بصوا بسم الله ما شاء الله، عجينة ملبن. حتة عجينة هتعملوها صدقوني هتاخدوا منها شوية فطير ملهمش حل. بصوا، فطير معمول تحفة ومخدوم، يعني العجينة مخدومة حلو جدا، ومش هتعمليه في الفرن خالص. يعني اي حد ما بيعرفش يعمل فطير صدقوني بعد الفيديو دوت هيعمل الفطير وهيبقى زي المحترفين فيه. ومش هتعمليه في الفرن ان انت هتقولي ده هينشف مني ولا سوى ازاي بتاعه ولا اي حاجة، انت هتعمليه على البوتاجاز من فوق. يعني 5 دقايق هتاخدي احسن فطيرة. بصوا بسم الله ما شاء الله، العجينة حلوة جدا. العجينة ديك نص كيلو دقيق. نص كيلو دقيق دول هيعملوا لي 5 فطاير حلوين جدا. اهم حاجة في العجينة ان انا اخدمها كويس جدا، يعني عجينها مظبوط هتاخدي احلى فطيرة. مش ان انتي تستعجلي في العجن وخلاص، لا لازم تعجني العجينة كويس جدا. والعجينة بتاعتي ما بتبقاش لا طرية قوي ولا يبس قوي، بتبقى اللي هي المظبوطة. بعد ما بكور الكور بجيب صينية احط فيها سمنة، واحط من تحت الفطير سمنة ومن فوقيه سمنة. وبعد كده بقى ببدأ ايه، افرد الفطير بتاعي. ما بفردهوش على دقيق، بفرده على سنة زيت بسيطة كده هوك، وافرده بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. سنة زيت سنة زبدة اللي انت تفضليه. بصوا بقى الطريقة ديك انا مش هفرد ولا يعني مش هفرد اول اي حاجة، انت هتفرديها اللي هو السمك المظبوط لغاية ما الفطيرة تتفرد معاكي. وبعد كده بقى ايه، باخد حوالي معلقة سمنة كده هوك واروح حطها عليها. بس كده. هتقولي احنا مش هنطبقها ونعملها طبقات ولا اقول لك لا خالص، انت هتعمليها بطبقات بس بطريقة سهلة جدا. بجيب السكينة وبقطعها زي ما انتوا شايفين كده هوك. وبعد كده بعمل كل طبقة، هي دي طبقات الفطير اللي انت هتاخديها، دي توريقة الفطير. ايا كان حجم الفطير اعمليه بالطريقة دي صدقوني ومش هتندموا. الفطير دوت انا عاملاه فطير ساده، لكن لو انت حابه تحشيه جبنه، تحشيه فراخ، تحشيه سجق، تحشيه لحمه مفرومه، مفيش اي مشكله. في النص الطبقات كده بتروحي حاطه الحشوه بتاعتك وتكملي الطبقات بتاعتك وتفرديها، بتبقى احلى فطيره. بصوا بسم الله ما شاء الله، العجينه بعد ما ارتاحت يعني بتتفرد من نفسها كده، مش محتاجه نشابه خالص. دي تاني فطيره هي هنعملها. بصوا بتتفرد معايا بكل سهوله. طيب انت حاطه ايه على على الفطير؟ حاطه زبده على زيت ولا حاطه سمنه ولا حاطه ايه؟ حاطه سمنه عاديه خالص، سمنه كريستال. يعني مش اللي هي لازم سمنه بلدي لا خالص، لان في المحلات زي ما انتوا عارفين الفران المخابز والكلام ده كله ما بيعملوش بزبده بلدي. الفطير اللي بيعملوه بزبده بلدي بيعملوه اللي هو ايه لما تبقى عامله في بيتك، فبتخدمي الحاجه. لكن زي ما انتوا عارفين الحاجه دلوقتي بقت غاليه، فمش هنعقد نفسنا، المتاح عندك اعمليه. عندك بلدي حطي، عندك زيت على سمنة حطي، عندك سمنة بس حطي، عندك زبدة فيرن اعمليه. المتاح عندك اعمليه. انا عملته النهاردة بسمنة كريستال عشان اللي ما عندهوش سمنة بلدي. انا في الفيديو التاني كنت عاملاه بسمنة بلدي خالص. طبعا الطعم بيختلف كل ما بيبقى جودة السمنة حلوة، كل ما يعني ما بيطلع الفطير وهم. بس مش هنعقد نفسنا. دي كده تاني فطيرة عملناها كده. عملنا ال5 فطاير اهوت. لمسة سمنة كده خفيفة كده هوك من على الوش، وبسيبه يرتاح حوالي 10 دقايق. طب السمنة ديك انا حطيت عليها ايه عشان تديني توريقة حلوة قوي وتخلي الفطير بتاعي مورق جدا؟ حطيت عليه معلقة بيكنج باودر، وحطيت عليه معلقة نشا. بس كده وقلبتهم كويس جدا. وبعد كده بفرد بقى ايه، يعني بحط السمنة بقى على الفطير. عندي هنا هو الفطير بتاعي بعد ما ارتاح حطيت معلقة سمنة على الطاسة. عقبال ما تسخن اكون فردت الفطير، بفرده بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. ما بخليش الفطيرة ولا رقيقة قوي ولا تخينة قوي، يعني السمك المظبوط. انت لازم يبقى ليكي ايه، نظرة في الحاجة اللي انت بتعمليها. بس واحط الطاسة واروح مغطيها. مش هكمل 5 دقايق وهبص الاقي ايه، يعني عقبال ما افرد بقية الفطير كده هوت، هبص الاقي الفطيرة اتعملت من تحت كده هوت. اروح قلبها على الجنب التاني زي ما انتوا شايفين كده اهو. طب النار بتبقى ايه؟ هقولك النار بتبقى متوسطة، ما بتبقاش واطية قوي ولا عالية قوي، عشان لو واطية الفطير هيصمد منك.
بتبقى النار اللي هي المتوسطة، هتبص تلاقيه بيرتفع معاكي كده هو. انت غطيه، واول لما تشيل الغطا تبص تلاقي الفطيرة ايه منفوخة وشكلها حلو قوي. بصوا بسم الله ما شاء الله، يعني حتى التحمير انت اللي بتتحكمي فيه. مش هقول بقى الفرن ايه قعدت فترة طويلة مني فايه فالفطير بتاعي هينشف، لا خالص، ده على الطاسة وهتاخدي احلى والذ واطعم فطير هتاكليه في حياتك. شوية فطير تحفة. باجي برضو في الطاسة واحط معلقة ايه سمنة. انا هنا هو حسيت ان السمنة كانت قليلة، كل ما بعمل كل فطير اروح حاطة معلقة ايه زبدة عشان يديني اللون بتاعي ايه الذهبي اللي انتوا شايفينه دوت. عشان لو ما حطيتش سمنة هتبص تلاقي الفطير بتاعي ايه بقى يعني ايه ما خدش اللون الذهبي المظبوط، هتبص تلاقيه اتلسع مني كده هو. بصوا بسم الله ما شاء الله الفطيرة طالعة تحفة. طبعا انا مش هعمل قدامكم الفطير كله، انا عملت لكم 2 عشان ما اطولش الفيديو. ده كده اول لما بشيل الغطاء، دي كانت الفطيرة التالتة بس ما حبيتش ان انا اطول عليكم الفيديو. بصوا بسم الله ما شاء الله الفطير بقى طالع طري ازاي، يعني مفيش احلى من كده. بصوا مورق خالص. وتاكلي بقى الفطير وهو سخن كده هو بحته جبنه حادقه كده هو بعسل ترش عليه سكر بودره من فوق، مفيش اي مشكله، اللي انت حابه تعمليه اعمليه، يعني دي حاجه وذوقك. شوفي انت بتحبي تاكليه بايه وكليه. بصوا بسم الله ما شاء الله، وكمان الطبقه اللي من فوق كده هو مقرمشه، يعني من فوق مقرمش ومن جوه كده هو ايه مورق وطري في نفس الوقت. انا بصراحة عجبني جدا وما كنتش متوقعة النتيجة ديت، يعني عجبني احلى من الفطير اللي هو في الفرن بكتير جدا. اتمنى ان انتوا تجربوه، صدقوني مش هتندموا، بس اتبعوا الخطوات واحدة واحدة زي ما هقول لكم دلوقتي في المقادير بالظبط بتاعة العجينة. عشان تطلع معاكي عجينة ناجحة 100% لازم تعملي الطريقة دي. بجيب نص كيلو دقيق واحط عليهم معلقتين كبار من السكر وربع معلقة صغيرة كده هوك من الملح، واحط بقى المية تدريجيا زي ما انتوا ايه عارفين. ما بحطهاش مرة واحدة، ليه؟ عشان العجينة بتاعتي تكون عرق كويس جدا. بفضل اعجن كويس جدا زي ما انتوا شايفين كده هوك. ليه انا ما بحددش المية كميتها قد ايه؟ لان في نوع دقيق بيشرب المية وفي دقيق ما بيشربش المية. بعد ما بعجنها كويس جدا كده هوك بروح حاطه ايه، الاقي العجينه بتلم معايا، اروح حاطه معلقتين زيت من الكبار كده هوك. تمام. مش متاح عندك زيت حطي معلقه سمنه، المتاح عندك حطيه، انا مش عاوزاكي تعقدي نفسك. واعجن العجينه كويس جدا، اهم حاجه العجن. لو ايدك تعبت ريحيها من وقت للتاني، المهم العجينه يعني تتخدم كويس جدا في العجن بتاعك لغايه ما تاخدي عجينه ناعمه جدا، واسيبها ترتاح حوالي ربع ساعه. انا ما سيبهاش تخمر، انا بسيبها تريح. بغطيها بكيس او بحطها في ورق استرتش. ليه؟ عشان ما وشها ما ينشفش مني. ودي السمنه بتاعتي زي ما قلت لكم، حطيت عليها معلقه بيكنج باودر على معلقه كبيره من النشا، واقلبها كويس جدا وادهن بيها السمنه زي ما انتوا شفتوا. اتمنى الفيديو النهارده يكون عجبكم.